السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تمام. احنا تقريبا اتكلمنا في حاجات كتيرة جدا عن الأمامية، وإن شاء الله هنحاول نخلص كل حاجة عن الأمامية النهاردة في الفيديو ده. آه بعد لما نخلص إن شاء الله الفيديو ده هيكون فاضل بس الاختبارات بتاعت الأمامية. بعد لما نخلصها ونشرحها هنخش على عضلة تانية. اوكي. طبعا احنا بادئين من العضلات اللي تحت او الجزء السفلي، عشان اغلب المشاكل بتكون فيها. اوكي، سواء كان بالركبة، خصوصا الركبة او الامامية او الخلفية. فشرحنا الامامية. اوكي، وشرحنا اغلب الحاجات، بس فاضل بس ايه؟ التركات، كام تركاية كده. ايه هما؟ امتى او مثلا لو الشخص قال لي فيه لسه فيه الم، تمام، لسه فيه الم واختبارات المزق سليمه، مفيش مزق، والعضله حلوه ما فيهاش مشكله، بس اللاعب بيقول لك عندي الم. طب ممكن ابقى اركز على ايه؟ احنا قلنا الفيديو اللي فات احنا بنشوف في الحوض، تمام، ده سليم، او نشوف العصب، ده كويس جدا. بس الريكتوس فاميروس ممكن المشكله بتاعتها او الالم، تمام، مثلا في الاماميه ممكن يكون في التهاب وتر العضله، التهاب في الوتر بتاع الريكتوس فاميروس، تمام، فده بيسبب الم. المشكله فين؟ المشكله ان الوجع مش في العضله نفسها، بس جاي من الوتر اللي عند المنشأ في منطقه اسمها الياكس، دي في الحوض. اوكي. فلما انت تيجي تضغط عن الحوض، عن العظمه بتاعت الحوض الاماميه كويس، اوكي، هتلاقي الشخص بيتألم جامد، يبقى ده بيؤدي الى التهاب، تمام، في الوتر، ناتج عن جهاد مزمن، اوكي، مش تمزق مفاجئ. كلام سليم كده. ديت نقطة. النقطة التانية حاجة اسمها نقاط الزناد. ايه نقاط الزناد ديت؟ ايه هي نقاط الزناد دي؟ نقاط الزناد ديت لما العضلة تكون سليمة تشريحيا، اوكي، بس فيها عقدة عضلية، تمام. طب العقدة العضلية ديت بسبب ايه؟ بسبب الإجهاد أو نقص في المرونة بتاعة العضلة، تمام. ودي مش بتظهر في الاختبارات بتاعة القوة، ما بتظهرش في اختبارات القوة، بس لو انت تضغط على العضلة بتلاقي فيها ألم. طب ايه الحل بتاعها؟ الحل بتاعها انك بتعمل تدليك للعضلة، اوكي، او بتعملها ريليز زي ما اتفقنا، تمام. طب نخش على حتة تانية. ايه هي؟ لو كان المشكلة في العصب، فديت كانت نقاط الزنات. طب عصب، العصب الشخص بيقولك او اللاعب بيقولك بيحس بحرقان، تمام، بيحس بحرقان على السطح العضلي، اوكي، خصوصا مثلا في العضلة الأمامية، والألم برضو بيزيد. اوكي، بيزيد امتى؟ بيزيد مع ان اللاعب لما بيجي يفرد مثلا ظهره لورا او بيعمل اطالة شديدة للحوض، فبيحس بتنميل او بيحس انه في تخدير في العضلة، اوكي. فده برضو بتدل، الحتة ديت بتدل ان في مشكلة في الاعصاب، اوكي. ممكن مشكلة تانية في الألم بتاع الأمامية، أوكي، هو مشكلة في ضيق عضلات الحوض. إزاي؟ في عضلة اسمها الأولوزويس. عضلة الأولوزويس ديت هي دي عضلة موصلة بين الطرف العلوي والحوض، أوكي. طب دي لو فيها شد شديد بيحصل إيه؟ أو لو فيها مشكلة بيحصل إيه؟ بيحصل كالآتي: الريكتوس فاموس
هي بتساعد في ثاني الحوض، صح ولا لأ؟ صح، متفقين. فلو عضلة الإليوزويس تعبانة اوكي او فيها مشكلة، فبالتالي عضلة الريكتوس هي بتشيل حمل اكتر او بتشيل حمل مش بتاعها، وده بيظهر في اختبار اسمه توماس تيست. اوكي، فلو كان المشكلة ألم في العضلة وعملت لها ريليز ولسه مش ارتاحت، يبقى مشكلة على طول يا إما في الحوض يا إما في الأعصاب. اتفقنا كده ولا لأ؟ حاجة أخيرة، ليه ألم الحوض أصلا بينتقل للركبة أو الفخذ؟ أوكي، احنا طبعا قلنا إن الحوض هو مركز الجسم، فأي خلل فيه بيغير حاجات كتيرة جدا. إزاي؟ بيخل أو بيعمل حاجة اسمها ميل الحوض، بيلفكت، دوران للحوض، أوكي، روتيشن، عدم استقرار للعضلات اللي هي نازلة للفخذ، فده كله بيسبب ألم في الركبة. تمام، بسبب ألم فين؟ في الركبة. بسبب ألم فين؟ في الفخذ، العضلات الأمامية أو الخلفية أو أسفل الظهر، وأحيانا الكاحل. تمام، فبسبب ضعف عضلات الحوض أو مشكلة في عضلات الحوض بتأثر على حاجات كتيرة جدا جدا. تمام، طب في كم مسار كده إن الألم بينتقل ليها، أو مسارات الألم اللي بتنقل فيها الألم. إزاي؟ ألم الحوض اوكي الجهة الأمامية للفخذ بسبب إيه؟ شد العضلة، شد عضلات الإليوزويس أو ريكتوس فاموس. اوكي، الشخص بيحس إنه في شد أو في سحب لما يجي يرفع إيه؟ رجليه.